كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. تعمل ايه لا قدر الله لو كنت بتاكل عند حد وتأكدت او شبه اتأكدت انك بتاكل سحر، وحاسس ان طعم الاكل مش طبيعي تماما؟ هل كده خلاص مفيش حل؟ السحر لبسني، الجن هيتمكن مني؟ لا اطمئنوا، جايب لكم النهارده الحل بفضل الله. اسرع طريقة لعدم تمكن السحر منك او الجن منك انك تقوم جري على الحمام تستفرغ اللي اكلته. طب لو انت او انت مش عارفين تستفرغوا تعملوا ايه؟ برضو الحل موجود بفضل الله. اول حاجة تجيبوا كوباية مية، وبعد كده تقرأ اقوى الكلام على وجه الارض لابطال السحر والحسد او اي شيء مفسد، وتنفثوا فيها. سواء بدأت بالنفث في اول القراءة او اخر القراءة مفيش اي مشكلة. في حل تاني، ايوه، ممكن تجيب مية وتزود عليها عسل وتنفثوا فيها وتقرأوا فيها الفاتحة بنية الشفاء، والإخلاص والفلق والناس بنية الشفاء، وكل سورة فيهم 3 مرات. تسمي الله وتشرب على 3 مرات زي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر اشرب براحتك. ولو مش عندك سكر زود نسبة العسل، ويا سلام لو كان عسل جودته كويسة. وده أسرع حل عدم تمكن السحر من جسمك. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم الواحد لو شرب السحر ايه علاج السحر المشروب او المأكول، وهل السحر المأكول او المشروب بيقعد ويستنى في البطن بالشهور والسنين؟ كل ده هنجاوبكم عنه بإذن الله، وفي مفاجآت في الإجابة. وللأسف الشديد ان بعض الإخوة بيرددوا نفس كلام السحرة وهم ما يعرفوش ان ده كلام السحرة بدون اي تحقيق او تثبت. يا رب نكون بنقدر نفيدكم بمعلومة في الفيديو القصير دوت. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.